السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة فلور نادية. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون باشتراك او تعاون مع حبيبة قلبي everything with اسماء. عندها قناة رائعة، يعني قبل ما نمشي القناة، بالنسبة اللي ما يعرفهاش، اسماء امرأة جزائرية وبالذات من القسنطينة، لكنها مقيمة في فرنسا. عندها ماشي قناة واحدة فقط، عندها قناتين. القناة الاولى everything with اسماء، وهي قناة متنوعة في جميع المجالات: الطبخ، جمال المرأة، تدابير، يعني أي شيء يخطر في بالك تلقيه في القناة ديالها. أما القناة الثانية فهي كل ما يخص الطفل مع اسماء. ألوغ قنواتها متنوعة يعني في جميع المجالات، ورائعين صدقوني. نتمنى أنكم تدخلوا وتزوروا القنوات ديالها، وإن شاء الله راح نحطهم في صندوق الوصف وكذلك في فوق الشاشة إن شاء الله. بالنسبة للفيديو اللي أنا وياها اشتركنا فيه، هي عملت لكم موسكوتشو بالشوكولا، يعني موسكوتشو في الخلاط بالشوكولا، واللي يجي رائع. وإلا راكم حابين تعرفوا الوصفة كما قلت لكم من قبل، ادخلوا إلى القناة ديالها وزوروا القناة ديالها وزوروا الفيديو هكذا باش تعرفوا المقادير. أما أنا فعملت لكم شنيك مالح بعجينة المسمن، واللي يجي محشي بالكفتة والجبن، واللي نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وتجربوه كذلك باذن الله. والحين ما نطولش عليكم ونمشيو نشوفوا الفيديو من الاول الى الاخر، ورانا نتلاقاو ان شاء الله في اخر فيديو. راني عامله هنا واحد 500 غرام تاع الدقيق، يعني لافارين، مع السميد الناعم، يعني تعملوا نص نص. انا نفضل يكون دقيق اكثر من السميد الناعم. نزيد معه قليل من الملح وقليل من الخميره، يعني ربع ملعقه، وماء دافئ للعجن. انا نزيد الخميره باش ما يجينيش يعني شويه يابس، ونحب يخمر شويه على خاطر راح يجي محشي. اول خطوه راح نعملها اكيد، وهي نمزج المكونات غايه، يعني الدقيق مع السميد حتى يمزجوا غايه مع بعضياتهم من بعد، عاد باش نضيف باقي المكونات، يعني كل من الملح وخميره الخبز، ونبدا نضيف الماء بشويه حتى العجين ديالي يتلم. خلاص عجينة المسمن ديالي راها جاهزة كما راكم تشوفوا فيها، وانا نحبها تكون بهذا الشكل. الحين مع ليا غير نجيب قليل من الزيت في يديا هكذا باش العجينه ما تغبنيش، ونحاول نعمل كريات صغار ويكونوا بحجم متساوي هكذا باش تجيني حبه قدام اختها. ونوضعهم على صينيه ولا بلا مدهون بالزبده، ونغطيهم بالبلاستيك الغذائي، ونخليهم يرتاحوا على الاقل ساعه قبل الاستعمال. اما بالنسبه للحشو الاختياري يبقى ليك. انا باش راني مش نحشيها اليوم بالكفته، يعني اللحم المفروم، وكذلك الفلفل، راني عامله فلفل اخضر والاحمر والقزبر. القزبر عفوا كان عندي في المجمد، عندي قليل برك. زدت هنا البصل، راني عامله حبتين صغار. اما بالنسبه للتوابل راني عامله فلفل اسود، القرفه تقدروا تعوضوها بالكمون. هنا راني عامله قزبر معدنوس مجفف، وكذلك قليل من الملح. وزدت الطماطم بعد ما ربيتها، او يعني انا ماشي ربيتها، قطعتها لقطع صغيره، نفضلها تكون بهذا الشكل. نزيد معها كذلك الجبن. وفي التزيين نحتاج الى صفار البيض وحبه البركه، يعني السانوج، وتقدروا تعوضوه بالسمسم يعني الجنجلان. اول شيء اكيد نمشي نجيب مقلاة نوضع فيها زيت الزيتون، ونحاول نبدي بالفلفل لانه هو راح ياخذ لي مده اطول مقارنه عفوا مع البصل والكفته. يعني نبدي فيه نشوفه وصل الى مرحله نصف الذهاب، عاد باش نضيف له باقي المكونات، البصل وبعدين الكفته.
المهم ضروري تكوني واقفه على المقلاة ديالك هكذا باش ما ينحقلكش. تحاولي تخلطي بلطف باش يعني ينمزجوا مع بعضياتهم بعض في نفس الوقت باش يطيبوا ويستويوا كامل كيف عاده. باش نضيف كل من القزبر ونزيد الكفته، لان الكفته ما تاخذليش وقت كبير في الطهي. بعد ما نشوفها بدات تطيب يعني ولا طابت، عاده في الاخير باش نضيف صلصه الطماطم، وتقدروا تضيفوا معها ملعقه من الطماطم او من معجون الطماطم، يعني كما قلت كل وحده وكيفاش تحب الحشو ديالها يكون. والحين وصلنا الى المرحله الاخيره. الخليط ديالي ولا الحشو ديالي كما راكم تشوفوا خلاص راه واجد. بعد ما خليته يبرد ضروري يبرد تماما هكذا باش ما يفزدناش العجينه ديالنا وما تنحلش. الحين معليا غير نمشي نحلل العجين ديالي، يعني الطريقه كما قلت لكم مثلها مثل المسمن، يعني ما كانش فرق كبير بيناتهم ابدا. ماما ومن بعد ما نحلل العجينه ديالي نجيب الزبده بقطع من الزبده ونحاول نمررهم ولا نحطهم على العجينه ديالي هكذا باش العجينه ديالي من الطيب تجي مورقه مثل الفيتي، يعني وكانك تحسيها فيتي. عاده باش نبدا نحط الحشو ديالي يعني الكفته نحاول نحطها بهذا الشكل، ومن الفوق عاده باش نضيف ولا نزيد الجبن. تقدروا كذلك تضيفوا الزيتون، يعني زيتون اسود او اخضر، يعني كذلك هذا يبقى مجرد اختيار. الحين خلاص نحاول نعمل رولو، يعني نبلع العجينه ديالي بهذا الشكل وندورها، وفي نفس الوقت نقعد نجبد باش ما يجينيش معجن، يعني ندور بلطف العجينه كما كنت تعرفوه هشيشه ورقيقه بزاف. يعني الصراحه يجي هايل بزاف نحبه. وكل مره يعني شاك فوا باش نعمل الحشو، خطره بالجبن بالزيتون فقط، خطره بالدجاج، يعني خطره بكريفات، يعني كل مره واش نعمل الحشو. خلاص بعد ما عملت الرولو الحين نحاول نعمل حلزوني. وما دام انت تعملي في الحلزوني حاولي انك تجبدي العجينه ديالك يعني الماكسيموم هكذا باش ما يجيش معجن ويجي هشيش ورقيق، يعني ما دام انت تدوري وانت تجبدي في العجينه ديالك بهذا الشكل. وفي الاخير تحاولي تبلعيها بهذه الطريقه، يعني دخليها في الاسفل باش الشنيك ديالنا ما ينحلش. كما راكم تشوفون نوضعوا هكذا ما ينحلش، ونحاول في الاخير نضغط عليه هكذا باش تجيني الحبه كبيره وتجيني رقيقه من الطيب. خلاص الحبه ديالي راها وجدت. الحين نمشي نكمل باقي الكريات ورانا نتلاقاو ان شاء الله في اخر فيديو. واخيرا كملت الكريات ديالي كامل. الحين نمشي نجيب صفار البريد ونحاول نطلي الوجه تاع الحبات ديالي ونضيف لهم كتسيين السنج ولا حبه البركه، وكما قلت من قبل تقدروا تعوضوها بالجنجلان يعني السمسم. وبعدين ندخلهم للفرن مسخن على درجه 180.
خلاص الشنيك المالح بعجينة المسمن راه جاهز كما راكم تشوفوا. يعني جا روعة روعة روعة، وكأنك عملتي بعجينة المورقة يعني لاباط فيتي، والحشو بنين بزاف. واللي نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة وما تندموش عليها ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي لايك كومنت واشتركوا في القناه. هذه بالنسبه للي مازال ما اشتركوش في القناه. والحين ما عليا ما نقول لكم غير تبقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الو باي باي.